لو كل يوم بتخلص شغلك وانت حاسس انك مش عامل حاجه، احب اقول لك ان انت مش لوحدك. مجله فوربس نشرت تقرير بيقول ان 85% من رواد الاعمال بيشتغلوا ساعات طويله لكن مش بيشوفوا نتائج حقيقيه. والمفاجاه الناس اللي فعلا بتحقق انجازات مش هم اللي بيشتغلوا اكتر، بس هم اللي بيشتغلوا اذكى. يعني ايه الكلام ده؟ خليك معايا. في دراسه من جامعه ستانفورد اثبتت ان انتاجيتك بتقل بنسبه 50% لما تشتغل اكتر من 55 ساعه في الاسبوع. ببساطه النجاح مش بعدد الساعات، النجاح بتركيز الساعات. انا جربت طريقه بسيطه على مدار سنين وفعلا فرقت معايا في الشغل بشكل رهيب جدا. طريقه اسمها برومودورو، 25 دقيقه تركيز كامل، بعدها 5 دقائق راحه، كررها 4 مرات وخد بعد كده بريك اطول. وعلشان تبقى فاهم ان الشطاره في التنظيم مش بس في التقنيات، شركه اسانا اللي كتير منكم استخدم بعض ادواتها في اداره المهام بتخلي موظفينها يشتغلوا بنظام اولويات واضح يوميا على السيستم بتاعهم، وده زود انتاجيتهم بنسبه 45%. الزتونه، ابدأ من بكرة خطة بسيطة، حدد 3 أولويات بس كل يوم وامسح كلمة مشغول من قاموسك. ولو عندك مشكلة في تنظيم وقتك أو بتحس إن الحاجات بتفلت منك، اكتب لي مشكلتك في الكومنتات وأنا هقول لك هتحلها إزاي.